الناس الغلابه يا جماعه، الناس الغلابه اللي بتدور على الارخص، اسعار الرخيصه، واللي بتدور على الحاجات اللي هي تشتريها بدون غلو، لان المحلات دلوقتي بتستغل الظروف اللي احنا فيها وبتعلي في الاسعار الضعف. فانا عاوز اقول لكم يا جماعه حاجه نصيحه تعملوها، انزلوا هنا الموسكي عند اخر شارع الازهر، في محلات كل حاجه ممكن تلاقيها، المكياجات، حتى الهدوم الداخليه هتلاقيها، والله العظيم ثلاثه بنص الثمن، بنص الثمن وكتاب الله. الحاجات دي يا جماعه بنص الثمن عن المحلات، لاني انا عارف الناس هنا بتبيع ازاي والمحلات بتبيع ازاي، كل حاجه ممكن تلاقيها من القبله للصاروخ. فالناس الغلابه يا جماعه تيجي هنا اهو، الناس الغلابه اللي عاوزه ما يتنصبش عليها من الغلاء، اللي هم الناس الظلمه اللي بتغلي، كل شيء هتلاقيه زي ما انتم شايفين. حتى هو اللي انتم شايفينه ده موجود كمان، الفوط موجوده، الحاجات التحجيبه موجوده، كل شيء موجود، والله العظيم نص الثمن عن المحلات. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه، بص الطرحه دي ب 110، 110. تعالى في المحل والله العظيم ثلاثه، يعني مش هيقول لك 200 جنيه. زي ما انتم شايفين يا جماعه، الشرابات هتلاقيها، كل شيء هتلاقيه هنا للناس اللي بتدور على ان هي ما تتخمش، الناس اللي بتدور على ان هي تحافظ على فلوسها، كل شيء هتلاقيه هنا اهو في الموسكي في اخر شارع الازهر. يا جماعه انا بديكم نصايح، ما تتصدقش، ما تتصدقش والله العظيم. الحاجه هنا بنص الثمن، يعني حاجه ب 50 المحلات بتبيعها ب 100. وطبعا هنا الناس اللي تقولوا ليه؟ لان الناس دي فارشين، ولا بيدفعوا ضرايب، ولا بيدفعوا نور، ولا بيدفعوا حاجه، فما مش هيحطوا اسعار زياده. كل شيء حتى النضارات، يعني بص انا عاوز اقول لكم حاجه، تعالوا نشوف النضاره دي بكام. النضاره دي هي طالعه ترند، النضاره البيضاء دي بره في المحلات مش هيقول لك مثلا 200 جنيه و300 جنيه. طب تعال نشوفها هنا كده، بكام النضاره دي يا اخويا؟ 65 بس. النضاره دي ب 65 جنيه يا جماعه، اللي هي طالعه ترند البيضه دي يا جماعه، زي ما انتم شايفين. والله ايوه. عايز كام واحدة من بكام اخرها كام؟ عايز كام واحدة من ثلاثه. ثلاثة؟ تحسبها لي بكام؟ 60 جنيه. 3 ب 160 جنيه، زي ما انتم شايفين يا جماعه، والله العظيم 3 اسعار بنص الثمن، واسعار مش هتلاقيها بره في المحلات. المحلات يا جماعه بتنصب عليكم، المحلات بتنصب عليكم، فارجوكم ارجوكم ارجوكم ان انتوا تخلوا بالكم من الناس اللي بتنصب والناس اللي بتغلي الاسعار بدون وجه حق.